تقدر تقول لي مين شخص في العالم هتيجي تقنعه ان الزمالك بكل ظروفه ومشاكله دي وتقول له انا عاوزك تتعاقد مع مدرب اجنبي وعاوزك تخلصني من اشباه اللاعبين وعاوزك تتعاقد مع 95% من احتياجات الزمالك في كل المراكز وعاوزك تحط نظام محدد وسيستم النادي يمشي عليه، وفوق ده كله انا هديلك بادجت متكحرطه وقليله جدا. تخيل ان اللي انت عمال تقنع فيه ده قالك انا موافق وهاخد الريسك، بياخد الريسك قبل ما الموسم يبدا بشهرين بس. عادي جدا. طب هل الريسك نجح؟ ده مش نجح، ده نجح نجاح مبهر بالنسبه طبعا لظروف الزمالك، تعاقدات، موارد ماليه، حقوق النادي في لاعبين زي ما حصل مع تيتي اوكو. فعلشان ما اطولش عليك، المشروع ده لازم يكمل، والفتره الجايه هتسمع حاجات كتير واشخاص معينه هتحاول تقلل من المشروع ده. لازم جمهور الزمالك يحافظ على مشروع جون ادوارد ويبقى عارف ان مفيش مشروع هيفضل ناجح طول الوقت، اكيد في دروبات هتحصل، بس البدايه مبشره جدا بان اللي جاي كله خير للزمالك.